السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. أنا رجوة من ماتريكس جروب انترناسيونال. نكملوا اليوم السلسلة ديالنا الدراسة في إيطاليا، طريق من الفكرة حتى التسجيل الحقيقي. في الحلقة الأولى هضرنا علاش نختار إيطاليا، في الحلقة الثانية جاوبنا على شكون يقدر يقرأ في إيطاليا، واليوم غادي نهضروا على نقطة مهمة بزاف وكثير من الطلبة كيغلطوا فيها. فين غادي نقرأ؟ جامعة، معهد، أكاديمية؟ وشنو الفرق بيناتهم؟ حيث اختيار المؤسسة إلا كان غلط يقدر يضيع عليك عام ولا عامين. علاش خاصك تفهم انواع المؤسسات؟ بزاف ديال الطلبه كيقولوا بغيت نمشي نقرا في ايطاليا ولكن ما كيسولوش فين ولا اش من نوع ديال المؤسسه. ايطاليا راه ماشي جامعه وحده، عندها نظام متنوع وكل نوع عنده شروط وفرص مختلفه. الفهم هنا كيعطيك قوه في الملف وكيقلل الرفض. بالنسبه للنوع الاول اللي هو الجامعات العموميه، هذا النوع هو الاكثر انتشارا والاكثر طلبا. اشنو كيميزه؟ تعليم قوي، اعتراف دولي، رسوم معقولة، فرص منح وتخفيضات. اش ممكن تقرا فيه؟ الليسانس، الماستر، الدكتوراه. وشنو خاصها؟ ملف مزيان، اختيار تخصص منطقي، واحيانا مستوى لغة مناسبة للناس اللي عندهم باك بلس 2 ولا باك بلس 3. ولكن المنافسة كتكون موجودة وخاص التنظيم يكون مزيان. النوع الثاني هو المعاهد العليا. هاد المعاهد كتكون اكثر مهنية وتطبيقية. شنو كتركز عليه؟ التكوين العملي، الربط بسوق الشغل، ومدة اقصر احيانا. تخصصات بحال السياحة، طبخ، الموضة، تصميم وتسيير تطبيقي، مناسبة جدا للطلبة اللي باغيين تطبيق أكثر، الناس اللي باغيين يدخلوا لسوق العمل بسرعة. ولكن خاص تتأكد من الاعتراف، ماشي أي معهد هو خيار مزيان. النوع الثالث هو الأكاديميات. كاينين أكاديميات متخصصة خصوصا في المجالات الإبداعية بحال الفنون، التصميم، الموسيقى، السينما. شنو اللي كيميزها؟ تعليم متخصص، عدد قليل ديال الطلبة ومتابعة قريبة. ولكن ماشي لكل شيء، خاص الموهبة واحيانا البورتفوليو. وهذا النوع خاصو دراسة دقيقة قبل الاختيار. دابا وصلنا للفرق بين العمومي والخاص. بزاف ديال الطلبة كيسولوا واش نقرا في العمومي ولا الخاص. بالنسبة للعمومي اقل تكلفة، اعتراف قوي، ولكن كاينه المنافسة. الخاص اسهل في القبول، تكلفة اكثر وخاص التأكد من الجودة. ما كاينش اختيار احسن مطلق، ولكن كاين اختيار مناسب ليك. كيفاش نختار المؤسسة؟ باش نختار مزيان سول راسك، شنو المستوى ديالي، شنو الهدف ديالي، شحال ديال الميزانية، واش باغي دراسة ولا تطبيق. الاختيار الذكي كيختصر عليك الطريق. الخلاصة، اليوم تعلمنا انواع المؤسسات في ايطاليا، الفرق بينهم، شكون كيناسب شكون، وعلاش الاختيار مهم. وفي الحلقة الجاية غادي ندخلوا في شي حاجة عملية بزاف اللي هي التخصصات الاكثر طلبا والاسهل في القبول. الى عجبك الفيديو دير لايك، اشترك في القناة وشارك مع شي واحد اللي محتار. ولا بغيتي مواكبة حقيقية، ماتريكس جروب انترناسيونال معك خطوة بخطوة. نشوفكم الحلقة الجاية.